ازاي بتخلي الريزن يلمع قوي كده؟ هلوز، انا سناء وده اليوم ال16 من تحدي 30 دايز تشالنج. عملت اسك على ستوري وقلت لكم اسالوني سؤال وهجاوب على واحد فيهم في فيديو النهارده، وده السؤال اللي يوستينا سالته، والموضوع بسيط جدا لو بتعملي الخطوات اللي هقولك عليها دي. وفعلا كتير بيغلطوا ما بيوصلوش للمعان اللي الحمد لله بوصله ده. اول حاجه النظافه والاتقان في الشغل مش العشوائيه. يعني ايه يا سناء؟ يعني وانتي بتقلبي الريزن تكوني بتحطيه في كوبايه بلاستيك او كرتون نظيفه، ولو متوسخه تراب يبقى نستخدم غيرها، وهكذا للمعالق والستيكس. ونتاكد واحنا بنقلب الريزن ما يكونش بسرعه ولا بطيء جدا، ويفضل تفضلي تقلبي اكتر من 5 دقايق عشان تتاكدي ان الريزن كله اتجانس مع المصلب. ولو ما تقلبش بما فيه الكفايه هيطلع لك في الشغل غيامه، واحنا مش عايزين ده يحصل خالص. تاني حاجه واهم خطوه ممكن كتير مش بيعملوها، انكم تمشوا على الشغل بالولاعه بشكل بسيط كده عشان ما يحصلش غيامه او بابلز يطلع في القطعه بتاعتنا. تالت حاجه بقى واهم خطوه فيهم كلكم، انكم تغطوا القطعه على طول اول ما تصبوها وتخلصوا الشغل بتاعكم عشان ما ينزلش فيها اي اتربه. وبس اعملوا الخطوات دي وادعوا لي، وهتلاقوا الريزن بيلمع لمعه حلوه قوي من النظافه والاتقان بقى في الشغل بتاعكم. ويلا بينا نقول فزورتنا النهارده. بفكركم ان احنا فوزنا 3 اشخاص وفاضل 3، وعشان تفوزوا تعملوا الشروط دي بس. وفزوره النهارده بتقول: ايه هي الحاجه اللي لونها زي اسمها؟